السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فيديو النهاردة سهل وبسيط، هعرفكم مع بعض طريقة تخزين المشروم ازاي. يلا نشوف الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بس اتمنى منكم اللي يدخل القناة يعمل سبسكرايب للقناة وشير للفيديو. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. كده بقى معايا المشروم بالشكل ده، هشيل القشرة بتاعته وبعدين ابدأ اقطعه معاكم. بتستخدميه في وصفات كتير خالص. هوريكم ازاي تحفظوه في الفريزر بكل سهولة. بصوا معايا كده، بتجيبوا هنا المشروم وتشد القشرة كده بالراحة. عايزين بقى نحفظه مع بعض. هتجيبي زبدة وتاخدي سوتيه كده في اي طاسة تيفال عندك او في اي حلة اللي انتوا عايزينه، وبعدين بقى تكيسيه في الفريزر، تحطيه في علب بلاستيك بتاعة الحفظ. وقت ما تعوزي لأي وصفة تطلعوا الحاجة على قد الاستخدام وتستعملوها. ده حلو لأي حد عمل دايت، اي حد تعبان مثلا وغلط عليه اكلات محددة، بتعمليه بقى سوتيه كده في فلفل الوان وبصلايه، مكعب زبدة بسيط، وتاكليه كأكلة بروتين ليكي، وفايدته عالية اوي. كده بصوابعك اهو، بالشكل ده كده. وهتحسي بالشبع كمان لما تيجي تاكليه، يعني وصفة كويسة جدا في حاجات كتير، وفوائد المشروم كتير اوي. والسعرات الحرارية كمان بتاعته قليلة. بكل سهولة بتطلع القشرة معاكم. هكمل بقى الكمية كلها وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. قشرت كده المشروم زي ما انتوا شايفين، هقطعه بقى قبل ما اعمله في الزبدة سوتيه. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. جبت السكينة كده، المشروم بالشكل ده بيبقى احسن من المعلب. يعني انت ما تعملوه في البيت وتلاقوه كده وقت ما انتوا عايزينه، احسن ما تجيبيه معلب وتستخدميه، عشان صحتكم وصحة ولادكم. وفوائده كتير جدا. عايزة الحتة تبقى رفيعة، مش عايزاها تبقى تخينة. ممكن تستخدميه بقى في حشوات كتير. في ناس بتحطه مع حشوات المكرونة بشاميل. تعملي بيه كده بالمشروم، تعملي كده سوتيه وتاكليه لوحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقطعه بقى كله واوريه لكم في الاخر عشان الفيديو ما يطولش عليكم. كده خلصت تقطيع المشروم. يلا نشوف بقى هنعمل ايه تاني. نجيب زبدة كده مكعبات، ماشي، ناخدها بقى سوتيه كده في طاسة او في حلة اللي انتوا عايزينه. هنا كده هجيب طاسة على النار، احط فيها مكعبين زبدة،
حطينا كده المشروم مع المادة الدهنية. هنبدأ بقى نقلبه لحد لما لونه يتغير وبعدين نطفي عليه. اهم حاجه بقى ايدي فيه كده بالتقليب على طول عشان ما يتلسعش مني، واسيبه لحد لما يبرد خالص، وبعدين بقى احطه في علب تخزين صغيره، كيس تلاجة اللي انتوا عايزينه، وتطلعوه وقت الاستخدام. كده احسن ما انتوا تستخدموا حاجات معلبه. المشروم الفريش جميل وفوائده كتير. شايفين المشروم بدأ يدبل معايا ازاي وينزل شويه ميه صغيره. اهم حاجه بقى نسيبه يبرد تماما قبل ما نفرغه. ما شاء الله جميل ازاي. الحاجه الفريش يا جماعه في اي حاجه مفيده لولادنا. بيبدأ حتى الكمية كانت كبيرة في الأول، بيبدأ يكش ازاي لما بيفضل معانا، بيبدأ يكش من الحجم بتاعه. كده المشروم دبل معايا وخلص. خدته سوتيه كده في مكعبين زبدة قبل ما احطه في الفريزر. هسيبه بقى يبرد تماما خالص قبل ما احطه في العلب. كده المشروم برد معايا تماما. هجيب بقى علب تلاجة بالشكل ده. عايزين تحطها في اكياس كل واحد وراحته، ونفضيها بقى ونحطها في الفريزر وقت ما انت عايزين تستخدموها تخرجوها. يفضل كويس ومحفوظ بدرجة حرارته، درجة حرارة الفريزر، ومش هيبوظ معاكي ولا اي حاجة. لكن لو حطيتيه زي ما هو كده فريش في الفريزر بالطبق بتاعه هتلاقي لونه غير وبقى وحش معاكي. كل واحد يجيب الكمية اللي انتوا عايزينها. بتخزن بس بمكعبين زبدة تقشروه. في ناس بتحب تغسله، بس لا قشروه احسن. في ناس بتغسله كده وما بتقشروش. كده بالشكل ده خلص معانا. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اللي يدخل القناه يعمل سبسكرايب للقناه وشير للفيديو. مع السلامه.